سيكتب التاريخ أن الطيب زيتوني أول وزير مجاهدين جزائري يزور فرنسا لأول مرة منذ الاستقلال العام 62 900 وألف. وفي الزيارة ملفات تاريخية ثقيلة لا تزال فرنسا تحتفظ بمفاتيحها. لعل ملف الأرشيف الذي تحتفظ به فرنسا يعتبر أكبر المطالب الجزائرية المتجددة مع كل حدث. في 24 من ديسمبر العام 2006 المسؤول الأول عن المركز الوطني للأرشيف الفرنسي يقول أن فرنسا لا تمانع في تسليم الأرشيف الجزائري. مرت السنوات ولو تتسلم الجزائر ولو جزءا مما تطالب به، في حين تحصلت على فتات من الأرشيف من 12 دولة عربية في الفاتح من نوفمبر 2015. الاعتذار واعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر هي بمثابة الشوكة التي تسعى الجزائر لانتزاعها من حلق فرنسا، كرد على مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي في 23 من شهر فيفري العام 2005 الذي تحدث عن الجوانب الإيجابية للتواجد الفرنسي في شمال إفريقيا. شرارة أيقظت اللهيب في العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد 7 سنوات. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في أكتوبر العام 2012 اعترف بالقمع الدموي لفرنسا إبان حقبتها الاستعمارية بالجزائر، ودعا الجزائر إلى طي الصفحة، وهو ما اعتبر آنذاك التصريح الأكثر جرأة للرؤساء الذين مروا على قصر الإليزي، رغم أن سلفه نيكولا ساركوزي في زيارته للجزائر ديسمبر عام 2007 قد ندد بالنظام الاستعماري الظالم دون أن يقدم اعتذارا رسميا. في 25 فيفري 2010 120 نائبا في البرلمان الجزائري يقدمون مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، لكن المشروع ظل مجمدا في أدراج المجلس لأسباب قال عنها رئيسه السابق عبد العزيز زياري أنها ترجع لارتباطات دبلوماسية سياسية وقانونية أطبق على المشروع. نتيجة الاعتذار هي تعويض للضحايا، وأبرز ضحايا المخالب الدموية للمستثمر الفرنسي في الجزائر هم ما يزيد عن 20,000 ضحية لأكثر من 200 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية منذ ما يزيد عن 60 سنة أو 60 عاما. لا يزال أبناؤها يعانون في صمت، يعني أبناء الصحراء الجزائرية. السؤال: هل سيعود وزير المجاهدين بالأرشيف والاعتذار والتعويضات، أم يعود حاملا قفة التوصية والتطمينات؟ السلام عليكم.